يا اختي يا اختي كميل عين امه. يسكت يسكت حكم المرشد. واللي يتشدد له. سكتي مرشد ولا لسه؟ عايزه تسكتي مين كمان؟ ودي 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 يغني يغني. الحقيقه ان الروح الثوريه دي ما كانتش بس وليده اللحظه ولا خوف من الدستور، لا كان في احداث الحقيقه محزنه حصلت الاسبوع اللي فات، حوادث، ضرب، قتل، مصادمات، وده اثر على كل حاجه في البلد. لو الحاجات الفافي دي ما خوفتكمش، في عندنا ناس شديده، ناس تاكل الزلط. اللي مصمم الفستان اسامه عبد الله بصراحه يعني الفستان بصراحه عايزه اقول لك هاند ميد، يعني قاعد اشتغل عليه بصراحه، يعني بقاله شهرين بيشتغل فيه هاند ميد وعامله هو على فكره عامله موف غامق مخصوص علشان الاحداث ما تبقاش حاجه مهرجانات، ما تبقاش حاجه اوفر، ما تبقاش حاجه ساقعه. ما تبقاش حاجه مبهرجه، ما تبقاش حاجه اوفر، ما تبقاش حاجه فاقعه. هو من ناحيه فاقعه، انا الحقيقه اول ما شفت الفستان الموف الغامق الهاندي ميد قلبي اتقبض. تحس كده بمأساة. المهم كانت مليونية ناجحة، وكان في نجوم وسياسيين معروفين في الميدان، وكانوا بيحاولوا ان هم يوفروا كل الامكانيات للمليونيه ديت. ايوه سالي، ايوه حبيبي. اصل احنا بنجيب دلوقتي تواليتات، عاوزين تواليتات وحمامات و100 تغييره، كلوت وفانيلا و100 بشكير وشباشب وكوتشي عشان الاقامه الكامله. بشاكير 100 كلوت للمليونية، يعني كل 10,000 اسمه ايه ده في الباس؟ يعني 100 لابسين والباقي على اللحم. بقى هي دي المشاركة المغالبة بتاعتنا؟ بس دي مشاركة تجيب تسلخات. يعني قبل كده كنا بنوزع كمامات، دلوقتي بقينا نوزع كلوتات. هذه الثورة تأتيكم برعاية جيل. احنا حذرناكم على فكرة، وعلشان كده المليونية الجاية حبينا ان احنا نساهم بهتافات المتظاهرين: عيش حرية، ملابس داخلية. يسقط يسقط لبس البوكسر، احنا الشعب بقى استك واحمر. يلي ساكت ساكت ليه؟ ناسي سليبك ولا ايه؟ قول يا شعب كفايه سكات، احنا ثوره كلوتات. واخيرا عشان المهندس ممدوح حمزه اول مطلب للجماهير: كلوت سليبوا مع بشكير. المحامي بتاعنا موجود هنا. انا قلت لهم والله العظيم. شكرا. واسهاما من البرنامج في المليونات القادمه، حبينا نقدم لكم خط جديد من الكلوتات الثوريه. شادي اتفضل. يا سيدي شادي، يا سيدي شادي، يا سيدي شادي كلوت انسامبل، لابس نفس الغيار بقاله اسبوعين ومش متضايق. شعار الموديل ده: قول ما تخافش، الجيل ما بيسلخش. تتميز الكلوتات الثوريه براحه متناهيه، كما تتميز بتعدد استعمالاتها. قطن مصري عالي الجوده يمكن استخدامه ككمامه، مرن يمكن استخدامه كنبله لحذف الطوبه، يمكن الكتابه عليه كلافته للتعبير عن رايك. عبر عن رايك يا شادي. شكرا. يا سلام. نسيم الحريه يا جماعه، الغاز. وفي نهايه يوم التظاهر يمكن استخدامه كخيمه للاعتصام.
اعتصمت يا شادي؟ شكرا شادي، ميرسي ميرسي، خلاص شادي خلاص شادي، ميرسي، الاعتصام خلص، اوكي ميرسي خلاص، شكرا. احنا بنحب نعلن ان احنا لفتره محدوده جدا الكلوتات دي متوفره بالموف الغامق غير مبهرج، غير فائع ومش اوفر، هاندي ميد لاحداثك الحزينه واعياد الميلاد. المهم ان احنا اكتشفنا في المليونيه ديت حاجه مهمه كنا ناسيينها يا جماعه، البرادعي ظهر يا رجاله، البرادعي ظهر. البرادعي طلع شخصيه حقيقيه مش مجرد افاتار على تويتر. لاول مره كنت ممكن تكلمه، تلمسه، تقول له ليه ما بتعمليش ريتويت. في الاخر كانت مليونيه لطيفه خالص، ما حصلش حاجه تعكرها، واليوم عدى بسلام، ما كانش فيه مضايقات، ما كانش فيه تحرش. شويه الجرابيع اللي قاعدين في ميدان التحرير اللي بيغتصبوا البنات، السفله اللي بيغتصبوا البنات، وبقولها بملي فيه 30 بنت جردوهم من ملابسهم في ميدان التحرير، طبعا بنات واطيه. ايه ما هي رايحه هناك عشان كده، هي دي اللي قاعده هناك دي ليها اهل يلموها، هي رايحه عشان كده، ملاش اهل يلموها. خلي بالك مين يروح امك، واحده من الفنانات اللي اسمها لا علوة حبت تعمل بطله بتنزل تقف وسطهم ميدان التحرير، مرمطوها، كان فاضل لها تكه وتطلع من ميدان التحرير حامل. عشان تبقى فاهم يعني، عشان تبقى فاهم يعني، عشان تبقى يعني فاهم يعني بالظبط، عشان تبقى مركز معايا يعني في درس الصاله، عشان تبقى فاهم يعني بقول لك ايه يعني. اللي فاكر منكم دي كانت غزه ولا قاعده عوامه في امبابه عشان الفاظ زي ابراهيمك ولا حاجه، لا ما يفهمنيش غلط عشان مش هصححه. ركز معايا كده، ركز معايا. ده كان درس في جامع بعد الصلاه. ده للي ما يعرفوش منكم، ده الشيخ عبد الله بدر، صاحب اكبر تشكيله افلام الهام شاهين في مصر. بعد ما سطع نجمه كناقد فني، الشيخ عبد الله بدر وجه جهوده كلها لنصره الشريعه، لنصره الدين. شويه سفله الجرابيع، لا مله ولا دين ولا اي حاجه، تبقى خلاص هزلت على راي ولاد البلد، يبقى القوالب نامت مش ده ما حصلوش انصاص، والوسخات قامت، لكن اللي هيرمش لنا هنخرم له عين. اروح امك اعلى مقتلك اركابه. خلي بالي من مين يا سافل يا جربانه يا جورز انت، واخد بالك؟ ولما لقوا الرد كده خلاص عرفوا مش يكلموا تاني، خدوا على دماغ ابوهم. مش هخلي يا اخويا، ما بخليش يا حبيبي، انا مع الله. انت كده مع الله؟ امال اللي مع الشيطان يبقى يعمل ايه؟ بيقولوا احنا اللي مع الشيطان ومال. خلاص بقى بدل ما احنا اللي مع الشيطان هم اللي مع الله، يبقى ملهاش لازمه الجمله اللي احنا فرحانين بيها ويسكت حكم المرشد والكليتات والكلام ده، كل ده ولا يسوى، لان تاني يوم دي كانت اعداد الناس اللي نزلت. انا اعتقد تقديري الشخصي 3-4 مليون، الحد الادنى 2 مليون، واخواننا بيقولوا 5 مليون. فيعني اذا جينا خدنا بالمتوسط